عمرك نتحداك، انت عمرك طاقيتيني في ستوريك. الا طاقيتك انا اصلا ما كنتش كنبغي الا لاحظت اخوتي كنت كندير ستوريات كندافع عليها وعمرني طاقيتها. علاش؟ باش ما كنبغيش نحرجها باش تريبوزيني، حيت كتقول لي كتقول لي اختي ما كتحملكش، وكتقول لي راجلي ما كيحملكش. ما كنبغيش نحطها في داك الموقف، تنهضر عليها وما تنطاقيها ما والو. فوقاش غنطاقيها؟ النهار اللي تحطوا لي ستوري، اللي حطات ستوريات اللي خلات لسناء شيك شوب ونكراتني، قالت ما كتعرفنيش يلا عرفاتني، وهي كانت ديك الساعات في العمليه كدير العمليه، كانت كدير تقطع ديال الكرش وكدير الشفط. تماك انا غادي نهضر مع سناء، حيت كانت خاليه التليفون ديالها، كانت خاليه سناء اللي كانت كتحكم لها في التليفون. داك النهار غادي نطاقيها. علاش غنطاقيها؟ باش حيت الناس جاني واحد الهجوم كبير تيقولوا لي كتلصقي ما كتلصقي كذا. قلت لهم انا ديك السيده لسان ما فيها عظام وطاقيتها، وقلت لي لا عقلت على دوك ستوريات اللي كنت درت، وقلت لهم بان انا ما كيهمنيش، انا يخليها هي. وهضرت مع سناء وقلت لسناء ريبوزي ستوريات، وهذاك النهار هو اللي ريبوزاتني. اما انا باش تقولي كنصيفط لك تحطيني، انا ما واقفاش عليك اختي. انا لاباج ديالي هذه غير بغيتي تقوليها بحال اللي كطنزي على راسك، لان لاباج ديالي انا الناس كيقصدوني باش يخدموا معايا، باش نشهرهم، باش نشهر لهم لي برودوي ديالهم. كيفاش انا غنعطل عليك انت تطلعيني؟ واش تي صبابا؟ واش تيقتي راسك اختي؟ ولا كذبتي الكذبه وتيقتيها؟ راه ما يمكنش هاد الهضره كامله اللي كتقولي، راه ما يمكنش، راه ما عندهاش اساس من الصحه. باش انت غادي تجي واش التالف بغى يدهي المؤلف؟ انا اللي سابقاك للسوشيال ميديا وانت كنتي فان ديالي، بغيتي انت تجي تلصق فيك انا تطلعيني؟ انا عاونتك حيت كنا صحابات، باقا كنقولها، ولي زابيل اللي بيناتنا راهم يشهدوا كنا صحابات. وفاش وقع لي مشكل مع صاحبتك اللي غليظه، انت كنتي كتعيط لي ابي الفيديو كتقولي لي حشومه عليها وعلاش كدير لك وعلاش انت اللي حقدتيني على ديك السيده، وانت اللي كنتي كتوصلي لي الكلام الخايب عليها. والميكاب ارتيست، واحد الميكاب ارتيست راه كانت كتصاوب لي نوره. اختي نوره انا بغيتك تقليد على رقبتك، تقليد على رقبتك اختي. طلعي في واحد ستوري وقولي غير اللي شافت عينك. كانت كتصاوب ليا الميكاب وهي عيطات لي في ابي الفيديو وكتهضر معايا. راه خوتي انا اش غنتلصق فيها؟ راه هي اللي كانت كتعيط لي وهي اللي كتلصق، وهي الحكومه ما بقيتيش كتحاشيها لي، ما بقيتيش كتحطيني، ما بقيتيش كديري لي، ما بقيتيش كتفعلي لي. وانا لا، انا على نيتي، انا على نيتي، انا على نيتي تبع غاديه معاها وكنقول لها بصح انا دابا نحطك انا وفي الاخر غنجي انا نولي انا خوتي من هاد الدراما كامله ومن هاد الفيلم اللي بقى فيا انها بغات تردني كدابه. فاش درت ستوريات نتاع الدعوه ديال فاش مشات عند سناء شيك شوب، قالت لي طلعي وقولي للناس بان سناء بانني امشي، انت صفتيني عند سناء، وبانني انا عند سناء باش عائلتي يطمئنوا عليا. وطلعت عليك انا اللي صرحت بانها راه عند سناء، وطاقيت سناء وما طاقيتهاش هي، طاقيت سناء وما طاقيتهاش هي. وانا من عندي تعرفت بانها راه عند سناء. انا اللي بقى فيا بغات تضرب لي في المصداقيه ديالي. انا باج ما كنكسب غير المصداقيه ديالي. انا عندي سميه خدمت عليها، انا ما كنشهر بناس، ما كنادي ناس، انا كنشر كل ما هو ضارب البوز. من حقي الناس دايرين البوز، علاش اختي ما غاديش نحطهم نطلع بهم التفاعل؟ انا اللي خرجت من عندي انها عند سناء، ومن بعد بدات كتقول لي فوق ما كتبغي شي حاجه توصلها للبوبليك كتقول لي الحكومه عافاك قولي هادي، الحكومه عافاك ديري هادي. وانا كي الهبيله كنطلع وتندير ستوريات، وانا كنت في الحسيمه وتنطلع وندير ستوريات وما مسالياهاش، وكنطلع وندير ستوريات وندير لها الخاطر، ونبقاو نديروا لها بحال شي بيبي. واش خصك الفلوس نصيفطهم؟ قسما بالله اخوتي وما تسالوني حلوف الا قلت لها لا خصك الفلوس نصيفطهم لك اللي خصاتك. اللي قالت لي راه الطبيب طلب لي 2 المليون ديال الكلينيك، قلت لها الا بغيتي نسلفها لك انا نسلفها لك، نعطيها لك والله حتى نعطيها. جات سناء قالت لها انا نسلفها لك، وديك الساعات حتى تنوضي وتخدمي الاعلانات ورديها لي. ما ردتهالاش بالاعلانات، اختها اللي كاينه في الامارات هي اللي صيفطات لها 2 المليون باش ردات الفلوس لسناء شيك شوب. سمعتوني اخوتي؟ اختها عطاتها 2 المليون باش دارت هذا. شوفوا
هذيك السيده فيها الكذوب بزاف. ومن بعد منين ناضت من العمليه خدمات الاعلانات، خدمات تبارك الله، كتخدم الاعلان اللي كيجيها القليله 5000 درهم خدمات. يعني قادره اختي انت كتدخلي واحد 10 ولا 20 مليون في الشهر، قادره اختي تشدي ولادك تهزيهم، ماشي غير بسنانك تهزيهم، راه يعيشوا امراء معاك. راه راجلك انا منين هضر معايا ولا البارح عاين راجلك هضر معايا ابيل. علاش هضر معايا؟ راه قال لك النيه وقالت النيه ما كيتلاقاوش. فاش قالت لي هي راجلي راني انا خرجتك وبعدتك على راجلي وباش ما يدعيكش بالتشهير وكذا وكذا وكذا، ما قنعتنيش. طلعت انا في ستوري وقلت لكم فاش المره الثانيه غتنكرني في الانترفيو، فاش تقول في الانترفيو اللي دارت في الصحافه، قالت لهم انا سناء عرفتها عن طريق شي سمسار مشيت عنده ومشيت مشيت نكري ولقيت مولاة الدار هي سناء وجا داكشي صدفه. واو انا حطيت واحد البوست بقى فيا حيت بقاو كيصيفطوا لي الناس كيقولوا لي ايوا الحكومه علاش كتبقاي تكذبي وتقولي راك انت اللي صيفطتي عن سناء. المره الثانيه كتضرب ليا في المصداقيه ديالي، يعني جوج ضربات على الراس كيقتلوا. ما يمكنليش نبقى ساكته. انت المره الاولى قلتي حقا انا غير غلط وما نعاودش، هذا الغلط ما يتكررش فاش مشيتي ديري الشرط وخليتي ستوريات لسناء. والمره الثانيه طلعتي في الصحافه ودرتي نفس المشكل وقلتي حقا انا سناء عرفتها لراسي عن طريق السمسار وكذا ومن هاد الميني بار وديك الهضره ديالك المعجنه وكذا. يعني انا تما بداو كيصيفطوا لي الناس في الخاص كيقولوا لي هي مكراتك، انت كتلصقي فيها مكراتك. طلعت ورديت على راسي، درت دوك لي ستوري ورديت على راسي. ملي رديت على راسي وقلت في دوك لي ستوري راهم كلهم تبارطاجاو، قلت السيده تتقول لك حقا راجلها باغي يدعيني وباغا تخرجني، راه الستوريات باقي مسجلين، راجلها كيسمع دوك الستوريات ودخل عندي وعيط ليه، هز النمره ديالي اللي دايره هاد الاعلانات في لاباج، هزها من لاباج وعيط لي المره الاولى حسبني انا شي واحد مطلع عليا، قال لي انا راجل الايمان وبدا كيهضر معايا بلوكيتو. عيط لي المره الثانيه قلت والله تنهضر، قلت حتى لسناء قلت لها راه عيط لي راجل الايمان ولكن انا راني بلوكيتو بان لي غير فوكون. قالت لي سناء كتقول لي كان ديك الساعه 2 الليل. سناء قالت لي لا الا عاود عيط لك جاوبيه وهضري معاه وشوفي شنو تحت راسو. عاود عيط ليا بالنمره الثانيه هضر معايا قال لي راه اختي سمعتك في لي ستوري كتقولي بان قالت لك انا باغي ندعيك. وانا اختي انا قال ليش بيني وبينك اش درتي لي نتيا؟ انا كنتفرج فيك، مره كيعجبني داكشي اللي كتحطي مره ما كيعجبنيش. انا ما عندي اختي معاك حتى شي مشكل، وراه لابيل باقا مسجله ديال راجلها حتى هي. قال لي انا اختي ما عندي معاك حتى شي مشكل، هذيك السيده راه كذابه، هذيك راه غير ما باغاش ما عرفت عندها شي هدف باغا تبقى معاك ولا ما عرفت شنو. هذيك قال لي اصلا هو راجلها قال لي هذيك اصلا مخرويضه، راه الصاحبه اللي كتصاحب معاها راه كتخرج معاها بالعيب. تما انا فاش عرفت هذيك القضيه بقى فيا الحال، بقيت كنقول هاد السيده علاش دارت معايا هكا، زعما درت معايا هكا. مره تتقول لك على ود راجلك، مره على ود راجلي، مره تتقول لك بغيت نخرجك من هذا، وراه عندي لك كل شيء. انا كنتحداك اختي عطيني الترخيص، ديري ستوري صغير، درتي ستوري باغا تمشي لقبر الحياه ولا ما عرفت كي قلتي ولا